أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله أحمده في علاه راجيا رحمته ورضاه عائدا به من سخطه أو أن عصاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه الذي اصطفاه. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي أولا وآخرا بتقوى الله، عملا بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم أما بعد، فالبحث والشرف هي فطرة جبل عليها الإنسان، فيتوقف العقل عندما لا يطيقه الأذهان، لينتج من ذلك أمران: إما الاستقامة أو الضلال. فإن أبحر الإنسان نحو الإيمان بهواه كان في شطط، وإن كان عنده انعدام الأمر الإيماني في الكفران سقط. وإن التزم هذا العبد بالمنهج الرباني كان بالإيمان الكامل ارتبط. وذات الله تبارك وتعالى مجهولة رؤيتها، محجوب عنا مشاهدتها، ولكن تبارك وتعالى لم يترك عباده عن معرفته سدى، بل أعلمنا تبارك وتعالى إياه عن طريق أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ثم أمرنا تبارك وتعالى بأن نتعلم هذه الأسماء. قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قال تعالى: واعلموا أن الله سميع عليم. قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذ الحياة كلها لله تبارك وتعالى، فلما كان الموت والحياة بأمره القويم، وكان المرجع والمآب إلى الرحيم، آثرنا أن تكون الخطبة عن لمحة من لمحات معرفة القدوس، لتغفر النفوس من التردد والوجوس إلى إيمان موثوق غير متلاشي ولا مطموس بحول الله وقوله ومدده. موضوع خطبة اليوم إليكم أسماء الله الحسنى، بركتها وأثرها في حياتنا. اعلم أفادك الله تعالى وأكرمك أن الله تبارك وتعالى يعرف عن طريق أسمائه وصفاته
سبحانه وتعالى. وإن أولية الأمر وباكورة الأمر بالنطق بأسماء الله تبارك وتعالى. ألا ترى الشهادة؟ قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وبدأ بالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله. ألا ترى فاتحة الكتاب، الدستور الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبينا لتعمل به هذه الأمة؟ فاتحة الكتاب مصنعها أسماء الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى أولها أسماء الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سورة في القرآن تعدل ثلثه هي وصف لله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والسؤال: كيف أكون مسلما ولم أتطرق إلى هذه الأمور؟ عباد الله، أعيروني سمعكم، عسى أن تكون هذه الساعة طفرة في تغير وتجدد فهم الإنسان نحو معرفة الله تبارك وتعالى. اللهم آمين. أولية الأمر والإهداء إلى الله تبارك وتعالى يكون بمدركات الإنسان. ما هي مدركات الإنسان؟ شيئين: العقل والحس. وكثير من الناس ما يقولون ويرددون: عرفنا ربنا بالعقل، أليس كذلك؟ وهذه مقولة ليست بالصواب على الإطلاق، ليست على الصواب. ولنضع مثالا لذلك: فإذا كنا في بيت وطرق طارق على الباب، فلا شك أننا كلنا نقول أن أحدا قد طرق الباب. هذا هو الاهتداء إلى الأمر، هذا هو معرفة الأمر بالعقل. أما الشخص أو الرجل أو المرأة الذي يطرق الباب لا يعلم ماهيته، هل هو كبير أم صغير، رجل أم أنثى، عجوز أم شيخ وغيره. فالعقل قد يخطئ في بعض الأحيان، وكذلك الحس قد يخطئ في بعض الأحيان. فهلا إذا نظرت من بعيد قلت هذا مثلا زيد، وأقبل إذا هو امرأة وليس رجل، فكان حسك على خطأ. فكيف يعرف ربنا؟ إن الاهتداء إلى الله تبارك وتعالى عن طريق الآيات الكونية. يعلم العقل أن هناك مسبب لهذا الكون، ولكن لا يعرف اسمه. فعرف ربنا تبارك وتعالى بالوحي، علم ربنا تبارك وتعالى بالوحي حينما أنزله الله تبارك وتعالى على أنبيائه صلوات الله عليهم أجمعين، فأعلمون ربنا تبارك وتعالى أسماءه وصفاته وكيفية التعبد إليه والمنهج الشرعي إلى الله تبارك وتعالى. فإذا عرف الإنسان أن هناك ربا لا بد عليه أن يعبده، يأخذه الشرف العقلي ليعلم ماهية الإله. ألا تنظر في قول الله تبارك وتعالى حينما يتحدث موسى إلى رب العزة: قال ربي أرني أنظر إليك. هذا هو شغف في الإنسان. فحينما يكون هذا الشغف لا بد أن يتأدب اللسان عن الكلام مع الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى ليس كهيئتنا نحن البشر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيأخذك الشغف فتقول جسم أو هيئة أو شكل، وهذه الأسماء كلها لا تليق في حق الله تبارك وتعالى.
استبدل العلماء هذه الألفاظ بكلمة ذات، والذات هي حقيقة الشيء. كلمة ذات تعني حقيقة الشيء. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فحقيقة الله أنه الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكن إلا ما يريد، حي لا يموت قيوم لا ينام، يعلم لو كان لو لم يكن ما كان لو كان كيف يكون، يعلم ما تخفيه الأخيلة وما يحيط به الظنون، ربنا الله الواحد الأحد، وحدوا ربكم. الله سبحانه وتعالى ذات الله وحقيقته في أسمائه التي أعلمنا الله تبارك وتعالى إياه له بنا، حتى يوم القيامة نظفر برؤية الله تبارك وتعالى. اللهم آمين. فذات الله معلومة عندنا بأسماء. إذا الأسماء علم على الذات عندنا في الدنيا. وهناك فرق بين اسم الله وصفة الله وكذلك الأفعال. فنحن معشر البشر إذا أطلقنا اسما أو مسمى على أبنائنا سعيد حليم ونحوه، فهذا الاسم لا يتضمن الصفة أو يتضمن الصفة. قد يكون اسمه سعيد وهو حليم، قد يكون اسمه كريم وهو بخيل، قد يكون اسمه حليم وهو في ضجر دائم لا يكون صبور. أما الله تبارك وتعالى اسمه أو اسما من أسمائه تتضمن الصفة. فإذا كان الله تبارك وتعالى هو الرحمن كانت متضمنة صفة الرحمة، وإذا كان الله تبارك وتعالى العزيز كانت متضمنة صفة العزة وغيره من الأسماء سبحانه وتعالى. والفرق بين الصفة وفعل الله تبارك وتعالى أن الصفة لا تتفاوت. فقوة الله تبارك وتعالى القوة ليست قوتان، إنما هي قوة واحدة. والله الرزاق ليس يرزق ويرزق، إنما هو رزاق سبحانه وتعالى، والفعل متفاوت. فقد يرزق هذا شيئا ويرزق هذا شيئا، فالصفة واحدة والفعل متكرر. قال تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. وكثير من الناس ما يظنون بالله تبارك وتعالى بعض الأسماء وينكرونه. إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى أسماءه تتضمن الصفة، فلا شك أن الله تبارك وتعالى أسماءه كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيظن الإنسان في القديم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ظن مشركو قريش أن الله تبارك وتعالى ليس واحدا، حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله يا رحمن. فقالوا: هل محمد يعبد إلهين؟ يدعون إلى إله واحد ويعبد إلهين كما ذكر القرطبي. فنزل قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأسماء الله تبارك وتعالى كاملة ليس فيها نقص، لأن النقص محال على الله كونه إله. فإذا أصيب شيء بنقص كيف يكون إله؟ فالإله كامل مكمل وأسماؤه كلها حسنى. لذلك بعض الأسماء تدخل قلوب العباد أنها ليست بأسماء كمال، كاسم الله تبارك وتعالى المتكبر، ولنقف فيه وقفا. إذا سألت أي أحد من الناس هل اسم المتكبر من الأسماء المحمودة؟ يقول لا. فإذا قلت له أن الله تبارك وتعالى المتكبر قد يأخذه بعض الوجس في القلب، فكيف يكون الله متكبر؟
إن المتكبر الإنساني الذي يتكبر على البشر الذي منا هو في أساسه ناقص، فيتكبر على الخلائق ليعلو عليهم، وفي داخله يعلم بنقصه وأنه شبيه بمن حوله. أما لما كان الله تبارك وتعالى منفردا في كل شيء، منفردا في كل شيء، حق له التكبر سبحانه وتعالى. ولما كان هو متكبر ويعلم أنه فوق الخلائق، يرحمهم ربنا تبارك وتعالى لأنه متكبر على الحقيقة. قال صلى الله عليه وسلم كما في أبي داود بسنده إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن ربنا تبارك وتعالى قال: التكبر ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما نزعته ولا أبالي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا علمنا أن هناك أسماء قد تدخل على القلب بوجه ونحن لا نعلم معناها، فلا يجوز لنا أن نقول على الله ما لا نعلم. ومن هذا نأخذ: هل أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية أم توفيقية؟ ما معنى توقيفية وما معنى توقيفية؟ كلمة توفيقية هل هي من توفيق العلماء، أي أن العلماء يجلسون مع بعضهم من بعض ينظرون هل يصح هذا اسما لله، أو أن الإنسان حينما يستحسن اسما عنده في نفسه هل يجوز له أن يطلقه على الله، أم هي توقيفية موقوفة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي توقيفية تعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذل الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون أي يغيرون أو يبتدعون أو يتكلمون. فنحن قد يقع في قلبنا وجدا من بعض الأسماء التي لا نفهم معناها، فكيف بالأسماء التي نقصد معناها؟ بالطبع لا تكون محاطة بذات الله تبارك وتعالى. فلما كان تبارك وتعالى أعلم بنفسه عرفنا إياه. وانظر إلى عيسى عليه السلام وأدبه مع الله تبارك وتعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على أنبيائه الذين علمونا الأدب مع الله تبارك وتعالى. وإذا هممت إلى معرفة أسماء الله تبارك وتعالى من الكتاب والسنة عليك أن تعلم أنها على ثلاث. أسماء أعلمنا الله تبارك وتعالى بها في القرآن وفي السنة، وأسماء يعلمها بعض عباد الله تبارك وتعالى والبعض الآخر لا يعلمونها، وأسماء هي في علم الله تبارك وتعالى لا يعلمها أحد. وذلك ظاهر من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم حينما دعا نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إلى آخر الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتجد محامد إيمانية وقعت على قلبك عبد الله حينما تذهب وتبشر إلى تلك الأسماء. تكون على ثلاث: بالتعرف، ثم بالتعلق،
ثم بالتخلق، بالتعرف. على المرء أن يعرف أولا الأسماء بتعلمها. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذا هو نداء من الله تبارك وتعالى بالأمر لعباده بتعلم هذه الأسماء. فاعلم أنه لا إله إلا الله. حينما تجد أسماء يختلط عليك بعض الأسماء متشابهة بغيرها، لابد أن تنظر فيها أولا من حكم التشابه. مثل اسم الله الرحمن واسمه الرحيم، ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ قال أهل العلم أن الرحمن هي خاصة بعموم الخلائق، وأن الرحيم هي خاصة بالمؤمنين. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى. وقال آخرون: إن الرحمن تدل على السعة، واسم خاص بالله لا يتسمى به أحد. ألا ترى أن رحمن على وزن فعلان كظمآن وعطشان وجوعان، فرحمن واسع الرحمة، فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وقالوا أن الرحيم هي صفة لإرادة الرحمة، فتجد أناسا كثيرون يسمون رحيم ولا يستطيعون أن يسمون رحمن. ولما فعلها مسيلم الكذاب عليه من الله ما يستحق، جعل الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين ينعتونه بالكذب. حينما أطلق على نفسه رحمن اليمامة، جعل الأولين والآخرين يقولون عليه مسيلمة الكذاب. أيضا على المرء أن ينظر في إطلاقات الاسم. قد يكون اسما له أكثر من معنى وهو لا يدري. على سبيل المثال الحصر اسم الله الجبار. كثير من الناس يأخذونه بأن الله تبارك وتعالى جبار على الظالمين، وهو نعم كذلك، ولكن هناك معنى آخر. الجبار هو من يجبر كسر المستضعفين. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإمام الأزهري بسنده لنبينا أنه كان يقول بين السجدتين: اللهم ارزقني واجبرني وعافني واهدني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا ننظر في هذا الأمر في التعرف. ما حكم التعرف بأسماء الله تبارك وتعالى؟ هل أنا لو جهلت هذه الأسماء أصير إلى الكفر، أو لو جهلت بعضها أكون كافرا؟ اختلف العلماء في هذا، والجمهور على أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست كلها لا بد أن يعلم من قبل المرء، بل بعضها. فإذا أنكر اسما من هذه الأسماء بعد المعرفة كان الكفر. ويظهر هذا من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الوارد في البخاري بسنده إلى أبي سعيد رضي الله عنه وارضاه، لما كان هناك رجل لم يبتئس خيرا عند الله تبارك وتعالى، لم يفعل خيرا مع الله تبارك وتعالى، جمع أولاده فقال لهم: كيف كنت لكم؟ قالوا: خيرا، أي أب خيرا، أب خيرا. قال لهم: فإذا مت فاحرقوني، ثم اسحقوني أو اسحقوني، ثم إذا كان يوم عاصف ذروني في الهواء، فإن الله تبارك وتعالى إذا كنت عنده يقدر علي، أو كنت عنده يعذبني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما عرض أمام الله تبارك وتعالى سئل: لما ذلك؟ قال: خشيتك يا ربي. قال: غفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل جهل اسم الله تبارك وتعالى القدير، ولكنه لم يجهل أن الله تبارك وتعالى عليم، ولم يجهل أن الله تبارك وتعالى بصير، ولم يجهل أن الله تبارك وتعالى سميع، فلم يحكم عليه بالكفر لأنه لم يعلم الاسم. فإذا علم الاسم وأنكره كان كفرا، وإذا لم يعلمه لم يحاسب عليه.
أو كما بين صلى الله عليه وسلم. ثم بعد التعرف يأتي التعلق العلمي والتعلق العملي، فيهوى الإنسان إلى الطبيعة وما فيها وما جمل الله تبارك وتعالى فيها في هذا الكون، يدرسه علميا كذا يؤمن به عمليا، ينظر إلى ولده يكبر أمامه فيعلم اسم الله المصور، ينظر إلى ما حوله فيعلم اسم الله البديع والبارئ والخالق، يتعلق قلبه بهذا الأمر. إن في اختلاف السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. ثم بعد التعلق يأتي التخلق، وهذه الكلمة قد تكون من ظاهرها أنها كلمة ليست بها أدب مع الله، ولكن النظر فيها يكون بالنظرة الصحيحة. فإذا كان الله تبارك وتعالى هو الخالق فلا يجوز أن نتخلق بهذا الاسم، وإذا كان الله تبارك وتعالى هو الرازق فلا يجوز أن نتخلق بهذا الاسم. ولكن إذا كان الله رحمن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عند الله 99 جزءا من الرحمة وأنزل على عباده شيئا من الرحمة، فلا بد علينا أن نتخلق بذلك أن الله تبارك وتعالى ستير، ودعانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستر بعضنا البعض، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، فكان علينا التخلق بهذه الصفة. فكلما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم تخلقه من صفات الله تبارك وتعالى وجب علينا أن نتخلق به، عسى أن تتسع محامد الإيمان في القلوب. عباد الله، إن الأمر جلل والبعد عنه ضرب من الخبل، أمر فيه تفصيل، هذا مختصر المختصر، وللتفصيل بيان. اسأل الله المنان علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. لا زال الموضوع موصولا بحول الله وقوله تحت عنوان أسماء الله الحسنى، أثرها وبركتها في حياتنا. من الله تبارك وتعالى عليك بالتعرف ثم بالتعلق ثم بالتخلق. انظر إلى محامد الإيمان. أولا إجابة الدعوة، إذا عرفت الله حق المعرفة دعوته بأسمائه التي يليق به سبحانه وتعالى أن يدعى بها. فهو نبينا صلى الله عليه وسلم كما في ابن حبان يسمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي فيه أجاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا التعرف والتعلق والتخلق يزرع فيك حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان تكون في قلبك. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، فتجد نفسك متعلق بالله تبارك وتعالى فتحب لله وترغب لله، وتحب من يحب الله وترغب من يبغض الله، تكون حياتك كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيضا يقع في قلب العبد بعد هذه الأمور حسن الظن بالله تبارك وتعالى. حسن الظن بالله تبارك وتعالى. حينما يتعرف الإنسان على ربه يكون عند حسن ظن الله تبارك وتعالى، يكون عند حسن ظن عبده. وقل في صحيح مسلم لما كان هناك 4 نفر أخبرنا عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا في النار فيعرضون أمام الله تبارك وتعالى، فيقول الله تبارك وتعالى: أعدوهم، أو كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: أي إلى النار. فيقول: ما كان بظني بك يا أرحم الراحمين إلا أنك أخرجتني منها أن تعيدني فيها.
فقال تبارك وتعالى أنا عند حسن ظن عبدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أشد الأشياء التي تزرع فيك بعد التعرف على الله تبارك وتعالى خشية الله تبارك وتعالى في الخلوات. خشية الله تبارك وتعالى في الخلوات. الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم. الذين يخشون ربهم بالغيب، هذه الأسماء تزرع في قلبك وتتعلق بها فتكون بمفردك موحدا لله تبارك وتعالى. واسمع العقاب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهام بيضا فيجعلها الله لهم هباء منثورا. قال ثوبان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله جدهم لنا صفهم لنا لعلنا نكون منهم ولا نعلم. قال إنهم إخوانكم ومن بني جلدتكم يأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعفو والعافية. الحق أقول لكم عباد الله، الحق أقول لكم أتدرون معنى الحسرة؟ الحسرة كل الحسرة والغربة كل الغربة أن تكون مسمى دون وصف، مسلما حالما شريدا هائما في هذا المسمى مسلما، وأنت لا تعرف شيئا عن ربك ولا تعرف أسماء الله تبارك وتعالى ولا صفاته ولا أفعاله تبارك وتعالى. لقد ارتاحت البطون وارتاحت الفروج. قد علمنا الله تبارك وتعالى ومن علينا بنعمة القراءة والكتاب، فلا شك أننا يوم القيامة عنها محاسبون. فهلموا إلى معرفة الله تبارك وتعالى. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب آت نفوسنا تقواها، رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، اجعله حجة لنا لا علينا، ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربي لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ربي لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. ربي لا تسلط علينا بذنوبنا بل لا يخافك فينا ولا يرحمنا. رب ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، رب ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، رب ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء. رب عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. جئناك خائفين من عذابك طامعين في ثوابك راجين رحمتك، أنت ولينا ومولانا. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا كل شيء، ولا تسألنا بفضلك وجودك عن شيء، واجعل آخر كلامنا من الثانية لا إله إلا الله محمد رسول الله. عباد الله من أوامر الله الثلاث ومن نواهيه الثلاث، جمع كل ذلك في آية واحدة منفردة حيث قال الله يقول العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واذكروه يرحمكم واسألوه يوفقكم. توبوا إلى بارئكم وقوموا صادقون إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا تواصوا اعتدلوا اقبلوا على الله بقلوبكم.
اشرعوا في صلاتكم صلوا الله صلاة المودع لتنسوا دعاء إخوان المسلمين المرضى والموتى والفقراء والمستضعفين. جددوا نواياكم في قلوبكم صلاة الجمعة واستغفروا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله